30% ديال لي موطار توفاو راسهم في عام 2022، يعني بلا ما تضربهم طوموبيل ولا كاميو. سلام، معكم كوتشن. كنت نقرا البيلون ديال حوادث السير في عام 2022 اللي بوبليات نارسا، وهذا الكراف صدمني. تنشوفوا 33% ديال لي موطار اللي توفاو في عام 2022 كانت حادثه مع طوموبيل هي السبب، و30% توفاو راسهم ماشي طوموبيل ولا كاميو اللي ضربهم. هادشي اللي خلاني نتسائل علاش لي موطار تيديروا حوادث راسهم. من العوامل كاينه قله الخبره ديال الدراج واللي ديما شندوي عليها، يعني الواحد ديريكت تينقز الموتور ماكينه كبيره، تكون غادي مكسيري ما تيحكمش البويسونس ديالو، ولا تيكون غادي داير مع شي فيراج وما عارفش الموتور كيفاش تيرياجي، تلقى راسو ضارب شي شجره ولا بوطو. العامل الاخر وهو الواحد من تيسوق الموتور وهو ماشي في جميع قواه العقليه. مثلا منين تيكون الواحد شارب الجوعه ولا النبيذ او اي منتوج كحولي، ولا تيكون كامي مخدر الشراء، هادشي اللي تتقل من ردة الفعل وتيخلي المعني بالامر ما يبقاش يحس بالخطر. عفاكم، لا كنتو ماشي بجميع قواكم العقليه ما تسوقش كاع لا موتور لا طوموبيل لا اي عرباش، طاكسي ولا عيط لشي واحد تعرفو هو اللي يجي يحسك، باش تحافظ على السلامه ديالك والسلامه ديال الاخرين. خليو لي في لي كومونتير شنو هي الاسباب من غير هادو اللي ذكرت اللي تخلي الموطار يدير حادثه راسه. مهم لبسوا الكاسك ديالكم والحوايج الوقائيه، احترموا قانون السير، وما تنساوش السلامه الطرقيه هي مسؤوليتنا كاملين. رايد سيف، رايد سمارت.